السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الجزء الثالث من جوجل ماي بزنس. طيب اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ايه؟ عن جوجل ماي بزنس وازاي تعمل الفاونديشن، ازاي تعمل السيت اب بتاعك بشكل مظبوط. طيب النهارده الجزء الثالث، وبعد ما انت عرفت الفاونديشن بتاع جوجل ماي بزنس وازاي بقى مهم ان انت تبقى موجود في الخرائط، هقول لك على تريكايه بسيطه جدا وانت بتعمل جوجل ماي بزنس عشان يتعمل معاك فيريفيكيشن بشكل سريع جدا. طيب جوجل ماي بزنس دلوقتي عشان تتاكد ان البيزنس بتاعك ده فعلا موجود وهو كيان على ارض الواقع زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، هتبتدي ان انت تصور البيزنس بتاعك من اول. مثلا لو انت عندك ستور مثلا هتصور ايا كان البيزنس اللي عندك، هتصور من اول خالص، من اول شكل الشارع، من اول شكل اليافطه. بعد كده بقى بتبتدي تخش والفيديو بتاعك ما بيقطعش. انت بتصور كده لازم تخش من اول الريسبشن، ثم الفلورز بتاعتك، ثم البرودكتس بتاعتك، ثم لو انت عندك مثلا رومز مثلا معينه، لو انت مستشفى بص كمان الستاف بتاعك وهم مثلا مبسوطين. بعد ما صورنا الفيديو وبعتناه لجوجل، ما تقلقش هيبتدي يديلك الفيريفيكيشن ده ان شاء الله في خلال 24 ساعه. تمام. طيب نيجي بقى للنقطه المهمه. وانت بتربط الخريطه بتاعتك بيبقى في حاجه اسمها لودو سي اي دي. اللودو سي اي دي دون اللي احنا ذكرناه قبل كده في الحلقه اللي فاتت، وقلنا ان هو حاجه مهمه جدا عشان لكل خريطه ليها سي اي دي معين. الاي دي دون مختلف تماما عن باقي الخرائط. انت بتاخد اللودو سي اي دي دون وتبتدي تعمل له امبلمنتيشن جوه السكيما بتاعتك على الويب سايت عشان تعرف جوجل ان الكيان دون والخريطه دي هي اللي موجوده في الويب سايت بتاعي، عشان جوجل يبدا يفهم ان الخريطه دي تبع الويب سايت دون، تبع السوشيال ميديا دي، تبع اليوتيوب دي، تبع ويبتدي يربط الكيانات ببعضها عشان تطلع بشكل افضل في جوجل ماي بزنس. كده هتفهم جوجل ان ده كيان واحد، اتعامل معاه على هذا الاساس، وبناء عليه انت هتظهر في مناطق اكبر شويه. بدل ما كنت بتظهر زي ما قلت لك قبل كده في 5 كيلو، لا هتظهر في 10 كيلو، هتظهر في 20 كيلو، وهكذا. كمان السي اي دي تقدر تطلع منه لينك مخصص لعمل الريفيوهات. تمام. انت دلوقتي خلاص عملت الفيريفيكيشن، نزلت الماب بتاعتك، بدأ كمان يجي لك عملاء. بعد كده بقى هتوصل لمرحلة ان انت بتطلب من الناس الريفيوز، عشان الريفيوز دي حاجة مهمة جدا جدا، وهي اللي بتفرق خريطة عن التانية، وهي اللي بتفرق بيزنس يطلع وبيزنس ما يطلعش. دي من اهم الفاكتورز اللي لازم تخلي بالك منها. لو انت بالفعل عندك خريطة وعايز تطلع السي اي دي دون، ابعت لي في الكومنت او ابعت لي في الدايركت مسج سي اي دي، وانا هقول لك ازاي تطلع الخريطة بتاعتك للناس على هيئة ريفيو عشان يكتبوا على طول الريفيو بتاعك. شكرا لكم. انا محمد مصطفى، والحلقة الجاية اوعى تفوتها عشان هتكلم عن اهم حاجة، الريفيوهات.